يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. الفيديو ده بالنسبة لي بيعتبر ريفيو، ولكن كمان بيعتبر ليه حاجة داخلية بالنسبة لي كده، ذكرى. وهي إن أنا من سنين كتير، تقريبا بنتكلم من حوالي 12 سنة، كنت أول مرة أشوف موبايل اسمه فيفو. والنهاردة أقدر أقول لكم إن معايا تجربة لجهاز فيفو في 60 بعد مثلا تقريبا 12 سنة على الموقف ده. واقدر اقول لكم ان الشركه دلوقتي تعتبر من اقوى شركات الموبايلات اللي بتقدم تكنولوجيا جديده، واكيد كلكم عارفينها. يلا بسرعه بقى نبدا الفيديو، رغيت كتير. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس، ويلا بينا. سلسله النمبر من فيفو هي السلسله اللي بيخاطبوا بيها الشباب. سلسله الفي دي بتديك افضل قيمه مقابل سعر في الكاميرات وفي الاداء وفي الشكل، وفيفو بتحاول تدلع المستخدم بتاعها بشكل كبير. خلونا نتكلم اول حاجه عن التصميم اللي اتغير خالص عن اللغه بتاعه الفي 50 والفي 40، اللغه اللي كانت فيفو مستمره عليها، علشان هو ده اللي بيعبر عن الموبايلات بتاعتها. لغه التصميم ما بعدتش كتير، ولكن اداك كاميرا بشكل شيك جدا وشكل مميز. والكاميرا دي بقت موجوده في معظم موبايلات فيفو الاقتصاديه او الموبايلات الهاي ميد رينج وموبايلات الفلاج شيب كيلر زي الفيفو اكس 200 اف اي. وبالمناسبه الاكس 200 اف اي بيعتبر جهاز رائد، فانت هنا عندك تصميم الكاميرا جاي مشابه لاجهزه فيفو الرائده. كمان احب اقول لك ان الموبايل ده صنع في مصر، غير طبعا الفريم اللي واخد شكل حلو قوي، والايدج اللي يعتبر متاخد كده من الجنب مع بومبي صغير في الشاشه من تحت، مدي شكل انعكاس وشكل اضاءه حلو جدا. بالاضافه لانه مخلي مسكه التليفون مريحه في الايد، وكمان اللون الجولد مدي التليفون شياكه لانه هنا لون مط وما بيبصمش. وعندنا طبعا عدستين في فريم لوحدهم وعدسه خارجيه لوحدها، ومجموعه العدسات دي برعايه من شركه زايس الالمانيه. مش هنطول بقى ونتكلم عن قوه الجهاز ده ونقطه القوه اللي موجوده فيه، وهي الكاميرات. عندنا هنا يعتبر الكاميرات كأرقام هتلاقيها نفس أرقام الجيل السابق، ولكن اتضاف عليها كاميرا 8 ميجا بكسل الترا وايد 120 درجة زاوية تصوير. كمان هنا بعض السنسورات اتعدلت علشان تقدر تديك جودة كويسة جدا في التصوير بالليل أو بالنهار، وحتى لو الإضاءة ضعيفة جدا. المعالج هنا بقى النسخة الأحدث من الجيل السابق، وهو كوالكوم سناب دراجون 7 جين 4. الحقيقة أنا بعتبر المعالج ده هو الحصان الأسود اللي بيجي في موبايلات في فئة اقتصادية عليا، وفي نفس الوقت بيديك سلاسة الاستخدام بتاعة الفلاج شيب، لأن المعالج ده بيعتبر خامة سهلة التشكيل مع السوفت وير بتاع الموبايل. فلو حصل تناغم بين السوفت وير والمعالج ده زي اللي حاصل مع فيفو، انت هتاخد اداء فوق التوقعات بالنسبه لك. وعندك طبعا 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره. نرجع بقى للكاميرات ونتكلم عن الكاميرا السيلفي اللي كانت فيفو رائده فيها انها تخليها بنفس حجم الكاميرا الخلفيه. عندك هنا الكاميرا 50 ميجا بكسل وبتصور الترا وايد، وكمان بتقدر تصور فيديو بجوده 4K. دي كاميرا السيلفي في اضاءه تقريبا شبه مش موجوده، اضاءه ضعيفه جدا، وصوت من الموبايل يعني متاخد دايركت من الموبايل. طبعا البطاريه هنا زادت ل 6500 ملي امبير علشان تقعد معاك وقت اطول. خلينا نقول ان ال 6000 اصلا في موبايلات فيفو كانت بتقعد بشكل كبير جدا، وده لان في تنظيم كويس قوي لاستخدام الطاقه عن طريق السوفت وير، فالبطاريه كانت بتقعد اكتر. فهنا انت لو بتستعمل موبايل حرفيا بتفحته، الموبايل هيديك اداء كويس. نرجع بقى للكاميرات اللي بتصور وبتديك تصوير بجوده كويسه جدا، وبتعالج الصور بالذكاء الاصطناعي، فتقدر بسهوله جدا تشيل ناس من الصور او تحط ناس في الصور، او تقدر تخلي الصوره باكتر من فصل، ان الصوره اللي انت تصورها تخليها تبقى في الصيف او في الشتاء او في الربيع. تقدر كمان ان انت تعمل صور من خيالك او تعمل صور كرتونيه عن طريق السوفت وير، ولو لقطت صورة مهزوزة بيقدر يتوقع لك أفضل وضعية تطلع بيها الصورة دي وبيديها لك. كمان لو أنت من صناع المحتوى وحبيت تعمل فيديو، هتعمل فيديو بالشكل اللي أنا موريهولك ده، هتلاقي الموبايل مديك أداء زي ما تكون بتتعامل بكاميرا بالظبط. فمجملا أقدر أقول لك إنك هتدفع سعر موبايل فئة متوسطة، وهتاخد موبايل فلاج شيب قوي. وضيف على ده كله طبعا مع مقاومة المية، عندك ضمان 12 شهر. والموبايل اوريدي موبايلات فيفو جربناها في اكتر من فيديو، موبايلات بتتحمل بشكل قوي، يعني موبايلات بتتحمل الصدمات. ولو انت جايبها لشاب او خايف من فكره ان هو الموبايل يتخبط او يحصل فيه حاجه،
ففيفو فعلا في الحته دي موبايلاتها قويه جدا. واقدر اقول لك نهايه انك بتاخد سوفت وير فيفو اللي يعتبر من افضل واجهات الاندرويد اللي موجوده في السلاسه، يعني سوفت وير سلس جدا، بيدلعك، بيديك شكل البصمه، بيديك شكل الموبايل، شكل تقدر تلعب في كل حاجه، حتى طريقه انيميشن البصمه، يعني بيديك فرصه لانك تشيل الموبايل بشخصيتك. لو بتسالني عن رايي في الموبايل اقدر اقول لك ان فيفو فعلا شركه قويه جدا، من اقوى الشركات اللي كان ليها سبق في التكنولوجيات، بتعمل اكتر من 3000 اختراع في الشهر. وعلشان كده لو بتسالني عن رايي وانت عاوز تخوض تجربه جديده مع موبايل قوي، هيكون الفيفو في 60 هو الموبايل المناسب ليك. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. لو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.